صباح الفل. اخباركم ايه؟ هتكلم النهارده على تفاصيل الاجتماع اللي حصل امبارح بين الخطيب وكابتن خالد بيبو وطبعا كولر، وهتكلم على التفاصيل الجديده للمهاجم الاهلي في الميركاتو الشتوي القادم. طبعا التفاصيل امبارح الخطيب قالها نصا: اي لعيب شايف نفسه كبير على الاهلي يمشي فورا، والكلام ده يخص كابتن محمد عبد المنعم. والله انا شايف من وجهة نظري الشخصيه انتكاسة النادي الأهلي في الوقت الحالي سبب من الأسباب رحيل كابتن سيد عبد الحفيظ. رحيله هو سبب الانتكاسة في أوضة اللبس، هو اللي كان متحكم في أوضة اللبس تحكم شديد جدا. والله أنا شايف من وجهة نظري الشخصية رجوع كابتن سيد عبد الحفيظ، رجوع كابتن هيثم عرابي، أنيس بوجلبان لازم يكون موجود في إدارة النادي الأهلي. طبعا كابتن ربيع ياسين يكون هو ماسك رئاسة لجنة التخطيط. والله ربيع ياسين من فترة كبيرة كان عارض على النادي الأهلي محمود صابر وإبراهيم عادل بتوع بيراميدز، لكن إدارة الأهلي ولجنة التخطيط رفضت وقالوا إن هو هيكونوا نجوم المستقبل، لكن مفيش أمل. هو عينه حلوة جدا، أنيس بوجلبان جايب لنا قبل كده أليو ديانج، علي معلول، أجاييه، كريستو. طبعا عينه حلوة جدا، هو بيعرف يجيب الجواهر اللي في شمال افريقيا والجواهر اللي موجوده في ادغال افريقيا. ده انيس بوجلبان احسن من السمسره اللي بتحصل، احسن من السمسره اللي بتحصل، واخرها مودست. والله ده رايي الشخصي، ولازم يكون سيد عبد الحفيظ يكون موجود تاني. لازم كابتن سيد عبد الحفيظ لازم يكون موجود تاني. دي تفاصيل الاجتماع او وجهة نظري الشخصية. اتكلم بقى على تفاصيل المهاجم الجديد اوفا او احمد امين اوفا، مهاجم انبي. هو خلاص مضى رغبة انتقال لنادي الاهلي، لكن ايمن الشريعي ليه رأي تاني. قاعد يتكلم كتير في الاعلام الفترة اللي فاتت، يقول لك انا لسه ما خدتش فلوس حمدي فتحي، اللي اصلا الاهلي اشترى حمدي فتحي من انبي، ما خدش لسه باقي مستحقاته، وكمان ما خدش نسبة البيع بتاعت حمدي فتحي بتاعت الوكرة القطري. قاعد يتكلم كتير في الاعلام. قال لما الاهلي يدفع الاول فلوسه نبدأ نتكلم على احمد امين اوفا. وطبعا الاهلي غاضب جدا من التصريحات بتاعت المهندس ايمن الشريعي. والله هو قال احمد امين اوفا لو ما جاش الخطه البديله هي مروان حمدي مهاجم المصري. لكن بقى السؤال يقول: هل الاهلي او اداره الاهلي هينفع تتعاقد مع اداره المصري ولا لا؟ ده الكلام اللي هنعرفه الفتره القادمه. في عرض ضخم جاي من القطري لأليو ديانج ب 3 مليون ونص دولار في الانتقالات الشتوية القادمة. لو الكلام ده صح واليو ديانج مشي في الانتقالات الشتوية القادمة، احتمال محمد كونيتيه مهاجم بوركينا فاسو يكون موجود في النادي الاهلي. طبعا عشان لو لفتت انظار في كاس الامم الافريقية في يناير القادم في كوتوفوار، هيبقى مطمع كبير للاندية الاوروبية، والاهلي لازم يلحق الموضوع ده. دي التفاصيل كلها جوه النادي الاهلي. ده اللي عندي دلوقتي، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.